نبدأ بأحمد. يلا يا أحمد، السؤال الأول. يمكنك تحديد مدة ارتفاع أو انخفاض الصوت عن طريق درجة الصوت. عن طريق، قلت درجة إيه؟ الصوت. درجة درجة. الصوت، ماشي. آه... طيب رقم اتنين، مين اللي عليه الدور؟ يا أنا ولاد، معرفش. مين اللي عليه الدور بعد أحمد؟ رقية. يلا يا رقية. تساعدنا حاسة إيه على التميز رائحة العطر. مم. الشم. الإيه؟ الشم، تمييز الرائحة، برافو عليكي. يبقى الشم، يبقى تمييز الرائحة عن طريق الشم، برافو. رقم ثلاثة يا ياسين. أنا مش يلا يا ياسين، رقم ثلاثة. يستطيع الشخص الكفيف القراءة بطريقة برايل. برايل، دي طريقة بتبقى عبارة عن نقط كده مخرمة كده. الشخص الكفيف بيدوس بصباعه كده عليها، فبيعرف ايه الحروف دي عن طريق وضع أطراف أصابعه على نقاط بارزة. فكده استخدم حاسة ايه؟ اللمس. حاسة اللمس، برافو عليك. يبقى حاسة اللمس، برافو. هي طريقة برايل نفسها هي مش عندنا في المنهج، بس هو جايب لك مثال. هو المفروض أي مثال هيقوله لك يبقى أنت عارف الحاسة دي بتاعته بتستخدم في إيه. برافو يا ياسين. يلا يا حفصة، رقم أربعة. أيوة يا مس. رقم أربعة. يشترك الدولفين مع مع نقط في طريقة إيه؟ الخفاش. مع الخفاش في طريقة تحديد موقع الفريسة. فاكرين كان بيحددوا موقع الفريسة إزاي الدولفين والخفاش؟ عن طريق إيه؟ صدى الصوت. صدى برافو الصوت. عليكم، عن طريق صدى الصوت. تمام، ماشي يا حفصة. يا زياد، رقم خمسة. يتواصل النمل بشكل رسمي عن طريق إطلاق الروح. عن النمل. طريق، برافو، اطلاق الروح اللي هو النمل، برافو. ماشي يا دكتور زياد. يا سجا، يا سجا، نعم. رقم نعم. ستة يا سجا. آه، يتكون يتكون الجهاز العصبي من الحبل الشوكي والعصبي المخ. في، يا ولاد ما حدش يجاوب في غير دوره. اللي بيجاوب مع نفسه يقفل المايك عشان زمايلنا. طب يلا يقول يتكون يا سجا، هيبقى ايه؟ يتكون الجهاز العصبي من المخ. المخ. بس جاوبي برضو السؤال اللي بعده. قولي السؤال اللي بعده عشان في حد من زمايلنا جاوب رقم ستة. رقم جميع سبعة. الكائنات جميع الكائنات الآتية لديها حاسة سمع آه، استثنائية نائية تساعدها تساعد على البقاء ما على عدا بقاء مين؟ يعني كل دول يا ساجة الإنسان. ليهم حاسة سمع ما عدا مين؟ حاسة سمع قوية. قلتي ايه؟ الإنسان. برافو عليكي، الإنسان. احنا عندنا حاسة سمع، بس مش هي السبب في ان احنا نبقى على قيد الحياة. احنا حاسة السمع بتاعتنا عادية. برافو عليكي يا دكتورة سجا. يلا يا بعد سجا، يلا يا يوسف. يا يوسف، رقم تمانية. نعم. رقم تمانية يا يوسف. أي أي كلمة مما يعني؟ ليس من وظائف الجهاز العصبي الإحساس بالمسيرات من البيئة المحيطة، نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم. برافو عليك يا دكتور يوسف. الجهاز العصبي ملوش دعوة بنقل الأكسجين. برافو عليك. رقم تسعة يا مصطفى. يلا نحل مع بعض رقم تسعة. مصطفى، هي دي تاني حصة ليك يا مصطفى؟ مصطفى، لو قفل المايك افتحه. يا مصطفى، نعم يا مس. هي دي تاني حصة ليك لا ولا يا مس. دي الحصة الكام ليك؟ أول حصة ولا ايه؟ لا، دي مش أول حصة ليا يا مس. مش دي التانية؟ انت كده حضرت معانا حصة واحدة بس، ولا انت حضرت معانا كذا حصة؟ أنا حضرت معاكم كذا حصة بس بلينك تاني. بلينك تاني. طب يلا يا مصطفى، طيب اه. كده نحل مع بعض السؤال التاسع.
عندما يرى يرى الشخص شيئا ما ما الذي الذي يحمل مم. الرسالة من من العين العين إلى المخ. مين اللي بياخد الرسالة من الأعصاب العين يوديها للمخ؟ برافو عليك يا مصطفى. الأعصاب برافو، الأعصاب. يبقى الأعصاب يا ولاد بتاخد الرسالة من أي حاسة من الحواس بتاعتنا، بتاخد الرسالة توديها للمخ. برافو عليك يا مصطفى. رقم 10 يا أحمد. الجهازان المسؤولان عن ضيق العينين بشكل الإرادي عند بشكل لا التعرض إرادي، يعني لا بشكل احنا ما إرادي بنقدرش نتحكم فيه، لا إرادي، عند التعرض لضوء ساطع. هما مين ومين؟ الع... العصبي العضل والعضلي. العصب، انت قلت العصبي وإيه؟ والعضلي. برافو، العصبي والعضلي، الأعصاب والعضلات. برافو عليك. برافو عليك يا أحمد. طيب يلا نكمل، نحل أكمل. احنا حلين أكمل يا ولاد ولا لأ؟ أيوة بس. لأ. اه. حلينها. أيوة. اه. طب حلين اه أكمل كله حلال. وصح وغلط. صح غلط لا. طب أيوة. يلا اه نحل أيوة صح بس. وغلط. أيوة. أيوة بس. أيوة معلش. إيه؟ صح. بس احنا حليناه. حلينا صفحة صح كام؟ وغلط. كان اه. صفحة 76. اه. هو طب احنا أصلا حلناش كلها يا مس. طب حلال. واكتب المصطلح حليناها. هنبدأ في صوب يعني. اه. اه. طيب ماشي، نبدأ بمين بعد أحمد؟ رقية. يلا يا رقية. تغني حيتان الحباء في الشتاء من أجل التغذية. عايزين نصحح التغذية دي غلط، تبقى من أجل الإيه؟ في الشتاء بيغنوا ليه؟ الحيتان يا مس التزاوج. اه، التزاوج. برافو عليكي. في الشتاء عشان التزاوج، إنما في أما الصيف. في الصيف للتغذي. انما في الصيف التغذية. برافو عليكي. يبقى خلي ركزوا يا ولاد لحسن تجيلكوا في الامتحان. في الصيف عشان التغذية، في الصيف عشان ياكلوا، انما في الشتاء بيغنوا علشان التزاوج. تمام يا رقية. يلا يا ياسين. رقم 2. نعم بس. تت- رقم اتنين تتعرف الكلاب تتعرف. البوليسية. مم. تتعرف الكلاب البوليسية على وجد الأشياء، وجود الأشياء دون رؤيتها. يعني رؤيتها بيقدروا باستخدام يعرفوا الحاجة من غير ما يشوفوها، من غير رؤيتها، باستخدام حاسة ايه اللي عند الكلاب البوليسية يا ياسين؟ السمع. السمع خطأ. حاسة البصر. شم. الشم. برافو عليك، عندهم حاسة شم قوية. برافو يا ياسين. يا حفصة. رقم 3. مش نعم. رقم واحد. إيه؟ اعتمد ثواني على ثواني ثواني، بتقول رقم 1 ايه؟ اه. رقم 1 طالما في الشتاء هيبقى من أجل التزاوج مش التغذية. ماشي. 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 رقم 3. يلا يا حفصة. يلا يا حفصة. الخفاش على الأنف أثناء الصيد في الظلام. بيعتمد لا. على ايه أثناء الصيد في الظلام؟ على الأنف. بيعتمد على الأنف بتاعته. لا. السمع. ماشي، ما هو السمع بيسمع بإيه بقى؟ بالأذن. يبقى عن طريق الأذن. طالما هو حاطط لي كلمة أنف يبقى عايزني أشيل الأنف وأحط عضو من أعضاء الحس. إنما لو حاطط لي بيقول لي يعتمد الخفاش على الشم أثناء الصيد كنت أقوله لأ، على السمع. يعني حط لي حاسة يبقى عايزني أشيل الحاسة وأحط حاسة بدلها. إنما حط لي عضو من أعضاء الجسم فيبقى عايزني أحط له برضو عضو. يبقى هو قال لي أنف يبقى مش أنف، تبقى إيه بقى؟ الأذن. برافو. برافو. يلا يا زياد. رقم 4. إلى العضلات عن طريق الأعصاب. إيه، بترسلها إلى مين عن طريق الأعصاب؟ الرسائل بتروح لمين اللي بيترجم لي الرسائل بتاعتي والمعلومات وكل حاجة؟ بتروح إلى مخ مين؟ المخ. مخ برافو. يبقى يا زياد بدل العضلات هتبقى إيه؟ مخ. ماشي. أخرتي ليه يا احنا مريم؟ جاوبنا. دورك هيجي يا مريم، ما تقلقيش. دورك جاي بقى. فاضل
سجا ويوسف ومصطفى وانت بعده. ماشي يا مريم. رقم 5 بعد زياد سجا. يلا يا سجا رقم 5. يا سجا آه، تعتمد. آه، تعتمد خاصية صدى الصوت على حاسة الشم غلط السمع. صدى الصوت عن طريق السمع، برافو عليكي. ماشي، يبقى رقم 5 بدل حاسة الشم تبقى حاسة السمع، برافو عليكي. طيب يلا رقم 6 يا يوسف. الأصوات. نعم. رقم 6. الأصوات الأعلى درجة درجة تكون تكون. غليظة. غلط. مم. الأعلى درجة بتكون ايه؟ مش غليظ، اسمها ايه بقى؟ حادة. اسمها عاد. ايه؟ حادة. حاجة. تمام، عشان ممكن تجيلكوا في الاختبار تبقى حادة. هو ماشي رقم. الاختبار امتى؟ بعد خلاص دقيقتين كده وهنقفل ونفتح الاختبار بقى. رقم 7 يا مصطفى. يستخدم حيوان. استخدم حيوان ابني. يمثل مصر الضوء للتواصل مع مين؟ أقرانه. مم. غلط. امال بيستعمل ايه مين؟ بقى؟ ايه؟ مين؟ مش سامعة. مش هو كان بيستعمل الايه؟ الصوت. كان بيتواصل مع اقرانه عن طريق الثرثرة الصوت، صح ولا لا؟ صح. يبقى يستخدم حيوان. النمس المصري بيستعمل الايه يا ولاد؟ النمس المصري الصوت. الصوت، برافو عليكم، برافو عليك يا مصطفى. يا مريم أيوة. تعالي يا مريم كده نحل. وصل كده مع بعض. يقول السؤال الأول. يساعد. ماشي. يساعد الشعر نعم. الصوت والقدم مين على اللي الإنسان. الامتحان النهاردة بس ثواني بس نحل السؤال ده وهنمتحن، حاضر. يلا يا على مريم. إمساك الرمال أثناء القفز اليربوع. يساعد شعر الأصابع والقدم بالرمال أثناء قفز، برافو عليك. هتبعت لنا اليربوع. طب هتبعت لنا يا مس الدرجات النهارده. لا، بنسبة كبيرة مش هتبقى النهاردة عشان عندي تصحيح كتير، فبس لو قدرت ابعت لكم الدرجات النهاردة هبعتها لكم. طب حلي رقم 2 برضو يا مريم عشان انتي داخلة متأخر. تتواصل عن طريق الغناء الحيتان مين؟ الحباء. برافو عليكي يا مريم، الحيتان الحدباء، برافو عليكي. يلا يا أحمد. يا أحمد. لها رأس. السؤال الثالث. لها مم. لها رأس يشبه الوعاء البوم. البوم، برافو عليك يا أحمد. يلا يا يستخدم رقية. يستخدم روائح لإرشاد عن مكان الطعام. هي النمل الكشاف. النمل الكشاف، برافو عليك. رقم 5 يا ياسين. يتمكن. آه، يتمكن من تحديد المواقع بصدى الصوت. الدولفين. الدولفين، برافو. الدولفين أو الخفاش الاتنين بيحددوا الموقع بصدى الصوت. لو جاب لكم أي واحد منهم اختاروهم، برافو عليك. طيب يلا بقى ايه بيقول لي ايه؟ رقم العبارات بترتيب يوضح الايه؟ بترتيب يوضح التسلسل الصحيح للأحداث عندما يرن جرس الهاتف. يعني أنا دلوقتي أي واحد منكم يا ولاد جنبه الموبايل بتاعه، راح الجرس بتاع تليفونه رن، موبايله رن، فبيقول لي رتبي بقى ايه اللي هيحصل لحد ما اخد التليفون كده وارد عليه. بيقول لي عندي بيترجم المخ الصوت ويفسر معناه. تستقبل الأعصاب الإشارات وتنقلها للمخ. يرسل المخ إشارة إلى الجسم برد الفعل. تتلقى المستقبلات الحسية في الأذن الصوت وتحوله إلى إشارة. هي دي الخطوات اللي بتحصل، بس هو ملخبط لي الخطوات. الخطوات متلخبطة. احنا بقى عايزين نعرف ايه الصح، يعني ايه أول حاجة هتحصل. نبدأ بمين؟ آخر واحد حل ياسين يا حفصة. يا حفصة. نعم يا مس. يلا يا حفصة كده نحل مع بعض. أول أول حاجة يا حاجة حفصة ايه اللي هيحصل؟ تتلقى المستقبلات الحسية في الأذن الصوت وتحولها إلى إشارات.
برافو عليكي. يبقى اول حاجة يا ولاد المستقبل الحسي بتاعي اللي جوه الاذن بتاعتي سمع الصوت بتاع التليفون. ماشي يا حفصة. يا زياد. يا زياد. ترجم المخ الصوت ويفسر معناه. طب ركز اتنين، كده، ركز. تستقبل الأعصاب الإشارات وتنقلها إلى المخ. ايوه، بعد ما انا بقى الاذن بتاعتي سمعت الصوت هتبعت الصوت ده للاعصاب، والاعصاب توديها للمخ. يبقى دي رقم 2. ماشي يا زياد. يا سجا، رقم 3 ايه يا سجا؟ أم، يترجم المخ الصوت برافو، و... ويفسر ويفسر معناه. معنى. الأعصاب بقى وصلت الرسالة للمخ، فالمخ هيترجم الصوت ويفصل معناه. وطبعا طبعا رقم 4 والأخيرة، يرسل المخ إشارة إلى الجسم برد الإيه الفعل. المخ بقى يبعت لي إشارة، يقول لي بص في الموبايل مثلا، شوف مين اللي بيرن إيه، شوف مين اللي بيرن عليك، ونشوف بقى ساعتها إذا كنا هنرد ولا مش هنرد. مفهوم يا ولاد؟ الجزئية دي مفهومة؟ تمام. طيب هنحل دي اخر سؤال هنحله اكمل، وبعد كده بقى ايه؟ نعمل الاختبار. الاختبار. ماشي إيه كده اخر واحد ده جاوبت سجا صح؟ أيوة. طب يلا يا يوسف، يلا يا يوسف اكمل السؤال الاول. يتم سحب اليد بسرعة عند ملمس الجسم ساخن عند طريقة عن طريق مين؟ مين اللي بيخليني اشيل ايدي بسرعة؟ انهي جهاز بالظبط؟ المخ. ركز. لا، مخ ايه؟ عن طريق مين؟ انهي جهاز؟ العصب. اي الجهاز العصبي. برافو عليك يا يوسف، الجهاز العصبي. انا اللي بيتحكم في جسمي كله، انا عبارة عن اعصاب، ايدي ورجلي واي حركة بعملها الجهاز العصبي هو اللي بيخليني اتحرك. تمام. طيب رقم 2، برافو يا يوسف. رقم 2 يا مصطفى، يقوم نقط. يقوم بمعالجة البيانات وتفسيرها المخ. برافو، ده المخ، برافو. يبقى المخ هو اللي بيعالج البيانات ويفسرها، وهو برضو اللي بيديني ايه؟ رد الفعل. ماشي ماشي يا مصطفى. يا مريم، رقم 3. يعتمد اليربوع القفز على حاسة السمع. اليربوع القافز على حاسة الايه؟ السمع، برافو. ربعي. ماشي، للهروب عند الشعور بخطر. حد يقول لي يا مس لا، اليربوع القفز بيعتمد على قدمه الطويلة. ماشي، هو بيعرف يهرب بالقدم الطويلة بتاعته، ولكن اصلا هو ايه اللي بيخليه يهرب؟ انه قدر يسمع الصوت، فيبقى حاسة السمع. برافو يا مريم. طيب رقم 4 يا احمد، يستخدم جنود يستخدم النمل. جنود يستخدم جنود النمل ايه للتواصل. الايه؟ هتبقى الروائح. برافو عليك يا احمد، الروائح طبعا. ماشي، رقم 5 يا رقية. نستخدم الصدى للصيد والتنقل السمع. مين؟ السمع. لا، مين اللي بيستخدم الصدى عشان يصطاد ويتنقل؟ هو مين؟ الخفافيش. يبقى الخفافيش. يبقى الخفافيش تستخدم الايه؟ الصدى. برافو. انما لو قال لي ايه الحاسة، تبقى حاسة السمع. تمام، يبقى دي الخفافيش. تمام يا ولاد. بصوا بقى انتوا التسعة، سواء الناس اللي جاية جديد عادي، هنخرج من الزوم وندخل تاني من نفس اللينك عشان بس ما يقفلش عليكم وانتوا بتمتحنوا. مش عايزة حد فيكم يأخر. انتوا التسعة تدخلوا تاني. بس ماشي يا وانت ولاد؟ ايه؟ بس ينفع تبعت الامتحان على الواتس؟ ما انا عشان عايزاكم تمتحنوا قصادي هنا في الحصة، بس بعد الامتحان اللي عايز الورقة انا عادي هطبعه هبعتها له. انا هطبعه ماشي، انت امتحن معايا هنا وبعد كده عادي هبعتهولك براحتك لو عايز تبقى تحله انت تاني. نفس تاني حصة. انا هحل معاكم امتحان ولا ايه؟ عادي، جرب حتى لو تاني حصة ليك، مفيش مشكلة، الامتحان ميس. كويس والله. نعم. هو الامتحان عبارة عن كم سؤال؟ امتحان بسيط خالص، اختر وصح وغلط. امتحان بسيط والله، ما تقلقوش يا ولاد. تكتبوا هو لي ده بس الإجابة. بس
هو جاي مكتوب فيه مصطلح علم. هنشوف دلوقتي. هنشوفه دلوقتي، بس ما تقلقوش والله الامتحان بسيط. انتوا بس أنا كل اللي طالباه منكم اكتبوا الإجابة بس، مش عايزة أسئلة. اكتبوا لي رقم واحد كذا، اتنين كذا. مش هياخد منكم ربع ساعة على فكرة، امتحان كويس تمام. جدا. وبعد طب الحصة واحد. اللي عايز الورقة بتاع الامتحان هبعتها له بعد الحصة عادي، يعمل اللي هو عايزه. ماشي. تمام. تمام. نعم. حد بيقول ماشي. يا مس؟ أنا نعم. هو أنا يعني أطلع وبعدين أدخل من نفس ادخل تاني اللينك من ولا نفس إيه؟ اللينك، عشان الزوم ما يقفلش، لان الزوم اخره 40 دقيقة ويقفل، عشان ما يقفلش عليكم وانتوا بتمتحنوا بس. ماشي، انا هخرج وهدخل تاني. طب يلا يا ولاد. نعم. هو قول. الامتحان عبارة عن قد ايه؟ بسيط جدا، مش هياخد منك ربع ساعة، هتشوفوا دلوقتي. يلا.